أنا بجد كنت شخص دماغه مش بتسكت حرفيًا، طول الوقت كان عندي overthinking كبير أوي وما كنتش عارفة أهرب منه إزاي، حتى وأنا نايمة كنت بافكر، كنت طول الوقت بافكر، كنت فاكرة إن ده الطبيعي وإن أي حد ممكن يمر بالتجربة دي، لحد ما اكتشفت حاجة بسيطة أوي خلتني أهدى خالص وأفهم نفسي لأول مرة في حياتي، الjournal يا جماعة. أنا زمان كنت فاكرة إن الjournal ده للبنات الطبيعية الهادية اللي حياتها حرفيًا perfect، كشكول شيك وخط حلو وكل حاجة طبيعية ومريحة وألوانها pink في pink والدنيا لطيفة جدًا، وكنت شايفة إن النوع ده من الحاجات مش ليّا خالص، بس حرفيًا طلع إن أنا كنت فاهمة الموضوع غلط، والنهارده أنا جاية أفهمكم الموضوع صح، جاية أفهمكم إزاي الjournal أو التدوين يقدر يغيّر حياتنا ويقدر يحل مشاكلنا ببساطة، اللي حرفيًا من كتر ما الدنيا لهتنا ومن كتر ما التكنولوجيا خدتنا في عالم تاني، خلّونا نهمل أهم حاجة في حياتنا. وهي مشاعرنا وإزاي بنعبّر عنها بطريقة إيجابية. السلسلة دي مخصوص للناس اللي مش قادرة تفهم نفسها واللي بتحاول تفهم نفسها قدر الإمكان، وكمان للناس اللي مترددة تبدأ الjournal وخايفة، ومش هامانع كمان لو في ناس already بدأت journal وعايزة تعمل أكتر وعايزة تستفاد أكتر. أنا جاية أقول لكم تجربتي اللي بدأت من 11 سنة فاتوا وأشاركها معاكم بكل صراحة، فكمّلوا الفيديو للآخر ويالّا نبدأ الفيديو. أنا مش عايزة أعقّد لكم الموضوع قد ما أنا عايزة أفهّمكم هو يعني إيه أصلًا journal. الjournal ببساطة هو إنِّك تكتبي وتعبّري عن كل اللي جواكِ بطريقة مريحة، حرفيًا أي حاجة وبأي طريقة، من غير ما تفكّري هي صح والّا غلط، مش لازم يبقى منظّم ومش لازم يبقى شكله حلو. أول مرّة مسكت كشكول وقُلت هاكتب فيه اللي أنا حاسّاه، فضلت باصّة له كده ومش عارفة ومش فاهمة أنا هاكتب إيه أو أنا عايزة أكتب إيه، كنت متوتّرة جدًا وحاسة إن أنا لازم أكتب كلام مهم وكلام عميق أوي، وفي النهاية أنا كتبت في أول صفحة ليّا أنا مش عارفة أكتب إيه، وما كنتش أعرف إن دي بس البداية. أنا هاوريكم الnotebook بتاعتي من 10 سنين، بجد ما حدش يعرف عنها حاجة، فضلت شايلة كل حاجة حرفيًا، كل أوقاتي اللي أنا كنت زعلانة فيها، وكل أوقاتي اللي أنا كنت فرحانة فيها، والناس اللي كانوا في حياتي من 11 سنة، مين الناس اللي مشيت، وكنت كاتبة كل تفصيلة حصلت في حياتي الفترة دي. اللي قدامكم ده هو الnote بتاعتي من 11 سنة، تقريبًا من 2015، أنا دلوقتي عندي 26 سنة. الnote ده فيه حاجات كتير أوي، ال11 سنة اللي فاتوا علموني حاجات كتير أوي، 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 علموني إزاي أفهم نفسي، وإزاي أعرف أنا عايزة إيه، وإيه الحاجات اللي ممكن أواجهها في شخصيتي، إيه الحاجات اللي أنا عايزة أتعافى منها، وإيه الحاجات اللي أنا عايزة أتجنبها، وإيه الحاجات اللي لازم ألاقي لها حل حرفيًا. وعايزة أقول لكم إن أنا من 11 سنة فاتوا كنت في فترة المراهقة، يعني الفترة اللي كلها تقلبات وتغيرات وحرفيًا الدنيا بتبقى بتطلع وتنزل في لحظة. الفترة دي بالذات البني آدم بيكون عايز يفهم نفسه كويس، بيكون عايز يحدد هو عايز إيه، أفكاره كلها بتتغير ما بين يوم وليلة، فبالتالي أنت بتبقى مشتت على طول. فتخيلوا بقى إن الفترة دي أنا بدأت فيها أكتب، ولكم أن تتخيلوا أكتر إن الكتابة أو التدوين ساعدني إن أنا أغيّر من حياتي حاجات كتير أوي لبعدين. أنا أول صفحة ليّا من 11 سنة كنت ملوناها، يعني أصلًا النوت بوك دي كانت بتاعة مامتي وكانت كاتبة فيها وصفات أكل، أنا أخدتها بكل بساطة وببراءة وقطّعت الصفح دي وبدأت أبدأ رحلتي فيها. حرفيًا أول صفحة ليّا كانت عبارة عن تلوين، الصفحات اللي جات بعد كده كانت كلها رسوماتي وأنا صغيرة، وبدأت بعد خطوة الرسومات إن أنا أكتب الأغاني المفضلة، كنت باكتبها ككلمات وكنت باكتبها بالفرانكو. وبالمناسبة يا جماعة إن الفرانكو كان موضة أوي من 11 سنة. بعد ما كنت باكتب الأغاني المفضلة ليّا، بدأت رحلتي في إن أنا أكتب يومياتي، أو بمعنى أصح الحاجات اللي بامُر بيها في اليوم ده. بدأت أكتب وأنا مش عاملة حساب لأي حاجة، وأنا عارفة ومتأكدة إن السر ده هيفضل معايا، إن ما حدش هيعرف عن اللي باكتبه أي حاجة، وقدرت أحتفظ بالسر ده لمدة 11 سنة، وفعلًا ما حدش يعرف أي حاجة عن النوت بوك دي. وبالصدفة أنا كنت مدونة التواريخ، وهتلاقوني كاتبة التواريخ حرفيًا 2015 واليوم والساعة كانت كام، فكنت باكتب كل تفصيلة كانت بتحصل لي. أي نعم كان في أيام كتيرة أنا كنت بانسى أكتب فيها، بس كنت بارجع تاني أكتب، وبارجع تاني لنفس النقطة اللي أنا كنت بادئاها. ومع الوقت لقيت إن دماغي بدأت تهدى، لقيت إن أنا بدأت ألاقي الشخص اللي يسمعني من غير ما يحكم، من غير ما يحاول يغيّر فيّا حاجة، كأنك بتعمل self care لنفسك، حاجة كده شخصية أوي، ما حدش هيعرف عنها حاجة، وفي نفس الوقت ما حدش هييجي يواجهك بيها ويقول لك أنت قُلت وعملت وسويت. قبل ما أنام أكتب، بالتالي قلل عندي الإحساس بالتوتر، وقلل عندي إحساس إن أنا أألف قصص كتير وأقعد أعمل في سيناريوهات قبل ما أنام، وغالبًا كلنا بنعمل كده. الjournal بقى هيمنعِك من إنِّك تعملي كده. مش كانوا بيقولوا لنا زمان لو في حاجة مضايقاكِ اكتبيها على ورقة وقطّعيها أو احرقيها وأنتِ هتبقي كويسة؟ دي فعلًا مقولة حقيقية، أنا فعلًا أدعم هذه المقولة وعن تجربة يا جماعة. زي ما قُلت لكم بدل ما أألِّف مليون قصة قبل ما أنام، بقيت باكتب قبل ما أنام اللي أنا عايزة أقوله وأسيبه على الورق، وأصحى تاني يوم بدماغ صافية ورايقة ما فيهاش أي حاجة حرفيًا. باصحى برضه باكتب على اللي أنا حاساه، وبالاقي الفرق قبل وبعد رهيب.
الفايدة النفسية من الجورنال إن هو بيخلّينا نفهم نفسنا أكتر، يعني بدل ما حد ييجي يقول لِك أنا شايفِك عصبية، أنا شايفِك انطوائية، أنا شايفِك كذا، 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 هتتشتتي بمليون رأي وهتحاولي تغيّري حاجات جواكِ أنتِ مش عارفة إذا كانت جواكِ أصلًا والّا الناس خدتها كانطباع أول. الجورنال مش هيحسسِك بكده، مش هيحسسِك إنِك لوحدِك، بالعكس هتلاقيه بيستقبل كل اللي جواكِ من غير ما يزعل منِك، من غير ما يحكم عليكِ، في نفس الوقت هيريحِك نفسيًا، ودي أهم فايدة من فوايد الجورنال. ببساطة هو خلّاني أفهم أنا زعلانة ليه، أنا متضايقة من إيه، أو مين الشخص اللي أنا ما باحبوش، أو مين الشخص اللي أنا مش قادرة أتعامل معاه، بيخلّيني أعرف أنا عايزة إيه بالضبط، وحاجات كنت فاكراها كبيرة أوي وما لهاش حلول، ولمّا كتبتها ورجعت قريتها تاني اكتشفت إن هي بسيطة وليها حلول، وحاجات تانية كنت فاكراها صغيرة في حياتي هتعدّي عادي، ولكنها طلعت مأثّرة فيّا بشكل كبير. هو ببساطة علاج نفسي قوي. طيب الjournal ليه أصلًا أنواع، في كذا طريقة تقدري تكتبي بيها. أول حاجة إنِّك تكتبي يومياتِك بشكل اعتيادي عادي جدًا، صحيتِ من النوم عملتِ إيه، رُحتِ فين، جيتِ منين، قابلتِ مين، عملتِ إيه، وهكذا. وفي نوع اللي بيكتب مشاعره بس، يعني النهارده أنا حسيت بموقف أثّر فيّا، اتخانقت مع حد، اتعرضت لكلمة جرحتني، قابلت مشاعر كويسة، حد قال لي كلمة بسطتني، لقيت موقف افتكرته من زمان عجبني أو مثلًا أنا كنت فاكراه فليه ذكريات معايا معيّنة، باكتبها. في نوع أخير اللي هو الjunk journal ده اللي أنا حاليًا مركّزة عليه في القناة بتاعتي. ده ببساطة إنِّك بتاخدي memories من اليوم، رُحتِ مثلًا مطعم فبتاخدي حاجات من المطعم زي الورقة اللي بيقدّموا لِك عليها الأكل أو مناديل أو ticket أو أي حاجة عامةً، مش شرط مطعم، يعني ممكن يبقى عندِك brand أنتِ بتحبيه ليكِ معاه ذكريات حلوة، ممكن مثلًا تجيبي يوم خرجتِ فيه اتصوّرتِ فيه فتطبعي الصور وتحطّيها عندِك وتحطّي حاجات أو ذكريات من اليوم اللي أنتِ خرجتِ فيه واتبسطتِ فيه ده في الjournal عندِك، ده اسمه junk journal عامةً. وده نوع بسيط جدًا ومش مكلّف ومش بيحتاج أي مجهود حرفيًا، هم أصلًا كلّهم مش مكلّفين ومش محتاجين أي مجهود، وهنتكلّم بالتفصيل عن الأنواع دي في الفيديوهات الجاية. زي ما قُلت لكم الjunk journal ده هو المفضل ليّا لإن أنا باقصقص والزق وخلاص، أرجع تاني بقى أبُص للورق ده بافتكر اللي حصل وافتكر الموقف وافتكر أنا كنت مع مين وإيه اللي خلّاني أعمل الjunk دي. أرجع وأقول لكم إن كل واحد بيلاقي نَفْسه بطريقة مختلفة عن التاني، يعني أنا ممكن يكون بيريحني جدًا الjunk journal أو النوع ده من الjournal، ومثلًا حد تاني يكون بيريحه الjournal بتاع المشاعر، وفي حد تالت ممكن يريحه إن هو يكتب يومياته. ببساطة كلنا هنتفق في نقطة واحدة في النهاية، ده الjournal بتاعي، زي ما أنتم شايفين كده مش مثالي خالص، في صفحات ملخبطة، في صفحات بسيطة جدًا، بس كل صفحة هنا كنت حاسة فيها بحاجة بجد. هتلاقوني مرة كنت بارسم حاجات عشوائية، مرة كنت باكتب كلام وخلاص، مرة كتبت أغنية، مرة كتبت موقف سلبي، مرة كتبت موقف يبسطني، مرة كتبت تاريخ ومكان بس من غير أي تفاصيل، بس الفكرة إن أنا باكتب وباعبّر عن اللي جوايا. طيب في مشكلة بتقابل الناس كتير مع بداية دخولهم لعالم الjournal أو لمّا يقرروا إن هم يكتبوا أو يدوّنوا، وهي أنا هاكتب إيه؟ طيب لازم ألتزم كل يوم؟ الحقيقة يا جماعة أنا مرّيت بنفس التجربة دي، كنت خايفة، كنت قلقانة، قعدت شهر كامل مش عارفة أكتب إيه، مش عارفة أعمل إيه، كنت باشوف فيديوز لناس كتير بطريقة مثالية وكنت باقعد أقول أنا عمري ما هاوصل لكده، أنا ألاقي الحاجات دي فين، أنا هاعمل كده إزاي؟ ببساطة دي مش الحقيقة، كل الناس المثالية دي بدأت بحاجات بسيطة، كل الناس اللي أنتم بتشوفوها دي بدأت إنها تعمل من ولا حاجة. الحقيقة كل ده مش مهم، كل ده شكليات وخلاص. إحنا هدفنا مش إن إحنا نظهر للناس قد إيه إحنا عندنا إمكانيات وقد إيه إحنا متطورين وقد إيه بنعرف نرسم، قد إيه بنعرف نطبع ورق، قد إيه، ده كله مش مهم، المهم إن إحنا بنهتم بنفسنا مش بالناس. بمعنى أنا هاكتب عشان أنا أرتاح، مش عشان الناس تشوف وتقول الله ده حلو وجميل. يعني أنا لولا إن أنا أخدت الcontent ده وعشان أقدّمه لكم أنتم ما كنتوش هتعرفوا إن أنا عندي notebook بقى لها 11 سنة، ما كانش حد هيعرف الموضوع ده. فزي ما قُلت لكم كل دي حاجات مش مهمة، ابدئي حتى لو بكلمة، حتى لو برسمة، إن شاء الله لو رسمتِ قلب، إن شاء الله لو رسمتِ ورقة، حتى لو حطيتِ sticker، مش مهم، كل ده مش مهم، أهم حاجة إنِّك تتجرئي وتاخدي الخطوة إنِّك تكتبي أيًا كان إيه اللي هتكتبيه، ومع الوقت صدقيني هتتعودي وهتلاقي نفسِك لقيتِ نفسِك بكل بساطة. أنا باشوف إن الjournal مالوش عيوب، بالعكس هو كُلّه مميزات، كُلّه مميزات لصاحبه، بيفيد صاحبه بطريقة أنتم مش متخيلينها إلا لمّا تجربوها. هيساعدِك تفهمي نفسِك وتهدّي دماغِك وتبقي قريبة أكتر من نفسِك، تثقي في نفسِك، تعبّري عن اللي جواكِ بكل حرية، سواء كان حاجة سلبية أو حاجة إيجابية، تصلّحي كل السلبيات اللي أنتِ شايفاها في نفسِك عن طريق إنِّك لمّا تكتبيها قدّامِك هتبدئي تشوفيها كل يوم، فهتبدئي تغيّري حاجة، حاجة، وأنا بجد ما كنتش متخيلة إن هو هيأثّر فيّا بالطريقة دي، وعشان كده أنا عملت لكم الفيديو ده عشان أساعدكم إن أنتم تفهموا نفسكم أكتر،
أنا مش غرضي أي حاجة غير إن إحنا نلاقي نفسنا بعيد عن التليفونات وبعيد عن التكنولوجيا وبعيد عن اللي إحنا بقينا بنشوفه حاليًا. أنا عايزاكم تفهموا نفسكم، عايزاكم تقرّبوا من نفسكم أكتر، عايزاكم تشوفوا إن مش كل حاجة بتشوفوها على السوشيال ميديا مثالية يبقى أنا لازم أبقى مثالية زيها. إحنا ممكن نبقى مثالية بطرق كتير تانية مختلفة، ممكن نبدع في حاجات تانية مختلفة. فأتمنى إن رسالتي تكون وصلت لكم، وده كان أول فيديو في السلسلة. ما تقلقوش، إحنا رحلتنا لسه طويلة في إزاي نفهم نفسنا أكتر من خلال التدوين. في الفيديو الجاي هاقول لكم إزاي تبدأوا من الصفر، من أول اختيار النوت بوك لحد أول حاجة هتكتبيها، غير توتر ومن غير تفكير كتير. فلو حابة تبدأي كمّلي معايا السلسلة دي واكتبي لي comment تحت إنِّك مستعدة تبدأي معايا الرحلة دي. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. رحلتنا لسه مكمّلة، بس ما تنسوش إن أنتم تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم أي فيديو هانزّله الفترة الجاية، وأشوفكم في part 2 من إزاي التدوين أو الjournal غيّر لي حياتي. باي باي.